انا اتفرجت على فيلم ديزني الجديد سترينج وورلد لهدف واحد فقط، ان انا اشوف الفيلم دوت هيطلع زبالة ازاي. سريعا كده، ديزني ما عملوش اي دعاية ذات قيمة للفيلم ده باي شكل، يا دوب التريلر نزل من هنا ومع السلامة يا شباب. قبل ما الفيلم يخرج السينما بكام يوم كده، صباح الفل يا شباب، اول شخصية من ال5 مليون شخصيات متعددة الجنس اللي شفتوها في الافلام اللي فاتت دي اول مرة هتلاقوا شخصية رئيسية او جانبية او بهلوانية من الفيلم اللي فات تقريبا. تعالوا اتفرج على الفيلم عموما. طيب، لو حد مشغل دماغه لمدة 5 دقايق كده، اكيد يعني هتعرفوا ان الفيلم دوت نازل عشان يموت، طالما وصلنا للمرحلة ديت من الدعاية يعني. فخلونا نلخص لكم الفيلم دوت عشان ما تتفرجوش عليه وتستفادوا من وقتكم في اي حاجة تانية. عارفين الافلام الكلاسيكية العظيمة زي اتلانتس وتريجر بلانيت؟ دي النسخة الكرنج منهم، حرفيا زبالة، سطحي، واحداثه كلها محروقة حتى لو لسه هتشوف الفيلم لاول مرة، وفكرة اتهرت بتاع مليون مرة في ال 12 سنة اللي فاتوا حتى من ديزني نفسهم. فمعرفش الصراحة الفيلم ده اتصرف عليه ليه ولا اتعمل ليه، بس على الاقل الفيلم دوت احسن من لايت يير، ودي حاجة ايجابية في حق الفيلم كمان. فرحت لما شفت بعض من الرسوم الثنائية الابعاد ظهرت في الفيلم، بس برضه مش حاجة كبيرة عشان دول كام ثانية وخلاص. الفيلم نفسه بيبقى مليان مشاهد ممتعة ولو بأقلية عشان هما فعلا قليلين، اغلبهم بيبقوا نوع من الفيجوال ساتاير او سخرية مرئية على فكرة الفيلم الأساسية والحاجات اللي تتوقعوها في فيلم زي دوت بيتكلم عن الآباء والأبناء. بس زي ما قلت، على الأقل الفيلم دوت أحسن من فيلم لايت يير. على الأقل الفيلم دوت ماشي في اتجاه معروف مساره بغض النظر المحروق، هيخلي الناس تهتم تتفرج ولو بقليل. والرسومات بتاعت الفيلم كمان حلوة عشان تخلي الناس تفضل تتفرج مع الإضاءة الجميلة بتاعت الفيلم. شوية ملح كمان في اللي متقدم في الفيلم دوت، وخصوصا لمحبين الرسومات. العالم بتاع الفيلم مبني بطريقة حلوة جدا وبيسطع بالحياة، واعتقد ان ديت علامة مائية بالنسبة لأفلام ديزني. بس اللوم في الأول وفي الآخر هيرجع للكتابة الزبالة والطريقة اللي الفيلم اتعمل بيها واتقدم بيها مش أكتر. اللي بوظ الفيلم أكتر كمان كان يدوب الدعاية اللي مش موجودة للفيلم من أساسه، وبعدين راحوا هبدوا شوية ودخلوا علينا دخلت بص يابا أول شخص لا ذكر ولا أنثى من ساعة الفيلم اللي فات تقريبا أو حاجة زي كده يسطع في الفيلم كشخصية رئيسية جانبية ظلامية، والموضوع اصلا مش مهم بنسبة 99.9999% من الفيلم. يعني احنا مش محتاجين اصلا المعلومة المهمة ديت اللي كل عملته في الفيلم انها وقعت مشاهداته في السينما ووقعت ايراداته. معنى انهم دخلوا في الفيلم بنفس الدعاية العبيطة ديت في الاخر معناها حاجة واحدة بس، ده فيلم اباحي. جنس او فكرة شخص ملوش اي دعوة بعمل ترفيهي ان كان سينمائي او غيره، دي حرفيا اضافة ملهاش اي 60 لازمة، وبتميز الفيلم انه اتعمل لجمهور معين ومش بتخلي كل الناس تتفرج. اللي ماسك التسويق بتاع ديزني دماغ، بيعمل دعاية تخلي الافلام محدش يتفرج عليها. الفيلم مفيهوش حاجة خالص، محروق ومعروف هينتهي ازاي وهيمشي ازاي، وجاف قصصيا وعاطفيا، مفيهوش اي حاجة تميزه، وتضييع وقت ممتاز لو بتفكروا حتى انكم تفكروا تشوفوه. عايزين فيلم فيه مغامرة وقصة وشخصيات وعاطفة ونمو ورسومات جميلة وكل الحاجات العالية ديت، تريجر بلانيت موجود وانضف 100 مرة من الفيلم ده. اتلانتس ذا لاست امباير برضه موجود ومش واخد حقه. ديزني نفسهم عملوا نفس الفكرة اكتر من مرة بطرق انضف، ولو عايزين شوفوا دول. معجب جدا ان ديزني ما قدموش محتوى رسوم نضيف في 2022 على الناحية السينمائية. لو عايزين بقى شوفوا ايه الجديد، رسوم سينمائية موجودة. بينوكيو، لا طبعا مش ده، مقدم حاجة عظيمة جدا لكل الأعمار وانصح بيه وبشدة. بوس ان بوتس ذا لاست ويش برضه بيتعرض في السينما وفيلم ممتاز الصراحة. طبعا باقي الأفلام الرسومية هنتكلم عنها في مراجعة السنة للرسوم المتحركة والحصاد بتاع السنة يعني، فما تنسوش السبسكرايب. بس بلاش كل شوية نتكلم عن ديزني عشان في كتير غيرهم بيقدموا محتوى أحسن بكتير من ديزني سواء في رسوم متحركة أو غيره، لكن على الأقل دول محتوى زيادة موجود في السوق. شكرا على المتابعة وأسيبكم تكملوا يومكم. بيس. We're gonna be good tonight. Wanna get your feet right. We're gonna be good tonight.